اللي انت بتقوله ده صديقي سطحية مفرطة. هو نمشي في الأرض لو تقدر وعندك الإمكانية، امشي في الأرض يمين وشمال وروح سياحة في أي مكان، وده أمر ربنا للي يستطيع طبعا. ربنا قال في سورة الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم، قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. وفي سورة النمل: بسم الله الرحمن الرحيم، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. في سورة العنكبوت: بسم الله الرحمن الرحيم، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. سورة الروم: بسم الله الرحمن الرحيم، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل. سورة آل عمران: بسم الله الرحمن الرحيم، قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. فلو لاحظنا إن في أكتر من موضع في القرآن الكريم ربنا أمرنا قل سيروا، ده فعل أمر، قل سيروا. قل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الوحي بيقول له قل سيروا، فعل امر، قل سيروا فعل امر، فعل الامر يلزم الوجوب. ده هيعود بفايدة عليك، اكيد هيعود بفايدة عليك، لان ده امر الهي. لانك اكيد لما بتشوف اللي قبلك اكيد يعني بتتعظ، اكيد بتفهم حاجات انت ممكن تكون ما كنتش فاهمها، بتوصل لنتائج انت فعلا ما كنتش هتوصل لها لولا ان انت خدت بالامر الالهي وسرت في الارض، مشيت في الارض، اتعلمت، اتعظت. فالسير في الارض ده امر الهي، يعني انك تمشي في الارض ده امر الهي. مفيش حاجة اسمها اروح اشوف حجارة، لا، الموضوع مش بالسطحية دي خالص، الموضوع اعمق من كده. وتحياتي ليك واشوفكم على خير.